وتنزلي على طول عليه باللحمة. طبعا مقطعين اللحمة قطع رفيعة جدا، شرايح كده بالطول رفيعة زي كده ما بتعملي الشاورما بالظبط. نشوح بقى معاه البصل والثوم ده وشمولي الريحة الخطيرة اللي هتطلع معاكم رهيبة. عايزة اقول لكم ان انا كنت بدوق اللحمة من غير ما احط اي بهارات خالص، كنت بدوق اللحمة اشوفها استوت ولا لا، والله كانت خطيرة من غير حتى ما اضيف ولا اي بهارات خالص. هفضل اشوح فيها بقى كده شوية حلوين وهدي النار خالص شمعة واغطيها واسيبها تستوي، لان احنا ما سويناهاش ولا سلقناها ولا اي حاجة، يا دوب قطعناها ونزلنا عليها تتشوح مع البصل والثوم. هديت عليها النار وسبتها لحد لما خلاص بدأت تدخل في السوا. هنزل بالقوانص بتاعة الفراخ، احنا سلقينها وخلاص هي داخلة على سوا كده. نشوحها بقى مع اللحمة، نفضل نقلب فيهم ونشوح فيهم كده شوية حلوين. الريحة جبارة، مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة الخطيرة. وبرضو ههدي النار واسيبهم لحد لما يستووا. شايفين البصل غمق ازاي؟ ده اللي انا بقول لكم عليه. خلاص هما الاتنين استووا، الكبد القوانص بتاعت الفراخ استوت واللحمه كمان استوت. هنزل بقى بالكبده. الكبده ما بتغير خلاص مستويه اصلا، الكبده ما بتاخدش نار خالص. ده اللي انا بقوله لكم، ان البصل بيغمق معاكم تاني اثناء تشويحه مع اللحمه والقوانص، فما تدوسوش عليه في التشويح قوي او في التحمير قوي في الاول. بعد كده نزلت عليه ببصل بقى متقطع جوليان، بصلايه كبيره كده، بصلتين متوسطين على حسب انتي بتحبي ايه. نزلي عليه ببصلايه كبيره كده متقطعه جوليان، ونشوحهم بقى كده كويس مع بعض. شايفين الكميه ما شاء الله اتضاعفت ازاي؟ عايزه اقول لكم ان البصل والفلفل طعمه خطير، طعمه خطير جدا في الوصفه دي. ايه البهارات بقى اللي احنا هنستخدمها؟ هنستخدم ملح وكمون وفلفل اسود فقط لا غير. هحط كده حوالي يعني زي نص معلقه كده من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقه من الكمون، ورشة من الملح. مش هنستخدم بهارات اكتر من كده، حرفيا هي مش محتاجة اي حاجة خالص. تمام كده زي الفل، مش محتاجين اكتر من كده. هنقلبهم كده تقلبتين 3. وكمان عايزة انبهكم عن حاجة مهمة، لما تيجوا تشوحوا كده اللحمة في الاول وتهدوا النار عليها، اللحمة اللي هي شوحناها في الاول مع البصل المتقطع صغير، بنهدي النار عليها وبنغطيها كل دقيقتين كده. بصوا عليها وادوها تقليبة كده